كله بيشتغل. رئيس الحكومة سيطلب التحقيق في هذه القضية. لا يجرؤ. لا يجرؤ. ليه؟ لأن المادة داعمينك لا 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 أقوى من موقفي القانوني سليم 100%. ليه؟ المادة 187 من قانون العقوبات، أنا قبل ما أجي لك هنا قدمت بلاغ رسمي في رئيس الحكومة. أنا اللي قدمت بلاغ مش هو. هو لا يجرؤ يقدم بلاغ إلا كمواطن عادي، لكن كرئيس حكومة لا يمكن. المادة 187 عقوبات تمنع السلطة التنفيذية من التدخل سلبا أم إيجابا في تحقيق يجرى بمعرفة النيابة العامة، لأن النيابة العامة جهة مستقلة عن الدولة، ليست جهة تنفيذية، هي سلطة قضائية مستقلة. زي ما يمنع رئيس الوزراء انه يتدخل لقاضي يتصل بيه يقول له مثلا والنبي اسرع بالقضيه احكم لنا بكره مثلا. كمان بس بنفس الماده عقوبات في يعني بال 309 على ما اظن انه يحاكم او يحاسب كل من يعتدي على الحياه الخاصه لشخص اخر. اللي يعتدي عليها يحاكم. انت يدوروا عليه. لا انا صحفي. قانون نقابه الصحفيين يعطي للصحفي حصانه انه لما يجي له ملف لازم يذيعه. ما فيش هزار في ده. ولم يعني يحدث في تاريخ مصر ان جه صحفي ملف فساد غير فساد بتاع الناس اللي شتمت مبارك في عز سطوه الدوله دوله مبارك، ابراهيم عيسى موجوده وما اتحكمش عليه. غيره ما فيش، لا يجرؤ حد. والدستور الجديد يمنع حبس الصحفيين نهائيا في اي قضيه. طب لماذا ندد بالتسريبات التي سربت عن الفريق السيسي إذا؟ لماذا ايه؟ ندد، يعني في ناس طلعوا قالوا انه لا هذا الموضوع مرفوض، هذا الموضوع مين هل رئيس الحكومه ندد؟ ولا السيسي مش تابعه خالص؟ ده على الاقل ده وزير عنده. ده وزير في حكومته. الاولى يدافع عن الوزير اللي في حكومته ولا عن البوب الصالح؟ يدافع عن مين؟ وليه ما دافعش من 10 ايام واحنا بنذيع من 10 ايام؟ اول ما ذكر البوب الصالح بدأ رئيس الوزراء يخش على الخط. مين البوب الصالح؟ بجد؟ مش اسمه البوب الصالح برضه؟ البوب الصالح؟ هم بيقولوا كده في التسجيلات. البوب الصالح قال والبوب الصالح. لما كنا بنقطع في كل الدنيا ما طلعش ليه اتكلم؟ اول ما قلنا اللي جاي البوب الصالح وانه قال على الناس كذا طلع تاني يوم عمل البيان ده اهو في ظل ان نائب رئيس الحكومه اللي هو رئيسها تم تسريب ليه مكالمات من مكتبه وهو وزير الدفاع المصري وده امن قومي. لم يندد ولم يستاء رئيس الحكومه للاسف الشديد. اول ما البوب الصالح جه في السكه استاء رئيس الحكومه اللي على اتصال يومي بمحمد البغدادي. طيب انا اللي بفهمه من حضرتك اليوم وكانه بنظرك او بنظر اليوم من هم يعني يشنون هذه الحمله على 6 ابريل والمتفرعات من 6 ابريل وكانه هذه المجموعه هي اخطر على مصر من الاخوان المسلمين. لا، هذه المجموعه تساند لما النهارده 6 ابريل تعلن في بيان رسمي انها نازله مع الاخوان يوم 25 لاسقاط هذا النظام. لاسقاط الاخ رئيس الحكومه. وهو يقول انه مستاء ان احنا نقول الكلام ده. دي حاجه تجن. ده راجل خارج اطار التاريخ. طب برأيك لما رئيس حكومه حركه تطلع ببيان رسمي تقول له انا نازله يوم 25 عشان اسقطك، وهو تاني يوم يطلع يقول انا مستاء من التسجيلات بتاعتها. هذه هي الديمقراطيه؟ دي مش ديمقراطيه، ده مستاء من التسجيلات اللي بتقول هتسقطه. طيب دي ديمقراطيه يا فندم؟ ايه اللي ديمقراطيه؟ حريه التعبير، حريه الشعب. وما استاءش ليه من التسريبات بتاعت نائب رئيس الوزراء بتاعه؟ وما استاءش ليه من 9 ايام؟ اول ما البوب الصالح جه في الموضوع استاء. طيب سؤال، ألم يخرج علينا من قبل ويقول انه ما عندوش قانون يعمل للاخوان جماعه ارهابيه وهو استاذ قانون؟ ثم تراجع بعد اسبوع وقال عندي قانون اسمه الماده 86 اللي كنا بنقول له عليها ادينا 3 شهور. ما الذي يضمن لك وليه بعد يوم 25 ما يعدي وبعد ما العيال دي تروح نيابه امن الدوله ويظهر قدام العالم كله خيانتها انه هو نفسه
يقدم بلاغ تاني في الناس دي.